السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على احلى ناس في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل اختراع بسيط كده. هنعمل النهارده كيكة شوكولاتة، بس هنعملها في قوالب كده. لو انت ما عندكيش اي قالب ولا صواني تكون زي اللي انت هتشوفيها دي، اللي هو القالب الانجليش كيك اللي احنا بنعمله على شكل توست كده. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. عندي هنا علب اللي هي بتاعه اللبن، اللي هي عبورلاند اللي نازله جديد دي. ممكن تكون نازله بقالها كتير، بس زي ما انتم شايفين كده. بس انا بوريها لكم. اي علبه لبن، مش لازم عبورلاند، اللي ممكن جهينه، مراعي، اي حاجه هتقصيها بالشكل ده كده. وبعد كده تغسليها وتنشفيها وتدهنيها بالزيت بالشكل ده، او بسمنه او بزبده، عشان بس الكيك ما تلزقش معاكي. وتعالى نشوف هنعمل ايه. لازم اجهز الحاجه بتاعتي قبل ما اشتغل في الكيك، لان الكيكه ما بتاخدش كام دقيقه كده وتلاقيها خلصت. 3 4 دقايق كده لو هتعمليها في الخلاط او بالمضرب اليدوي او الكهربائي. ما بتاخدش معاكي 5 دقايق وتخلص معاكي. لازم اكون بجهز القالب بتاعي او الصينيه او الصاج اللي انا هحط فيه العجينه بتاعت الكيك، واشغل الفرن كده علشان تبقى حاجتي كامله. زي ما انتوا شايفين، مقاديرنا سهله وبسيطه. عندي كوبايه من اللبن، عليه ناقصة حوالي معلقتين 3 كده، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. عندي كوباية الا ربع من السكر، حوالي نص كوباية من الزيت. زي ما انتم شايفين مقدار كوباية السكر ومقدار اللبن. كوباية اللبن مقدارها قد ايه؟ هنعمل نصهم زيت. كل المقادير بكوباية واحدة زي ما انتم شايفين. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، وعندي نص كوباية من الكاكاو، عليها نص كوبايه من النسكويك، بس دي مش هتبان لان الكاميرا فصلت. وعندي معلقتين من النشا. كيس كيك شيف زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الكيك شيف او بيكنج باودر. كل دي مواد جافه على بعضها. ضفت البيض وضفت السكر وضفت الزيت بالشكل ده والفانيليا. هقلبهم تقلبتين كده، مش عايزه قوام كريم ولا حاجه، بس ادوب السكر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، زي ما احنا بنعمل في اي كيكه عاديه خالص. كل مره بقول لكم القوام يبقى كريمي عشان تبقى هشه وكده، بس دي عادي يعني. لما تضربي شويه كده كويسين هيديكي نفس القوام. انا هنا ضفت النسكويك والكاكاو والدقيق مع بعض ونخلتهم، وبعد كده حطيت البيكنج باودر او الكيك شيف. بس المقطع ده ما جاش بصراحه. انا عملتهم بالمنخل كده بالشكل ده. عايز تعملي مضرب الكهربائي مفيش مشكله، باليدوي عادي هيعمل معاكي على طول. زي ما انتم شايفين المقدار على قد المواد السائله بالظبط، ما ضفتش اي حاجه تاني. النسكويك مدي طعم حلو قوي في الكيك، مديها اكنك بتاكلي شوكولاته. جايبه اي نوع كاكاو مثلا مش واثقه فيه، ممكن تحطي انا هنا هحط معلقه قشطه، اللي هي قشطه وسط اللبن بالشكل ده. لو انت مش واثقه من نوع الكاكاو اللي انت جايباه حطي معلقه قهوه سريعه الذوبان، اللي هي القهوه السريعه او البلاك، اللي هي نسكافيه بلاك دي. بتدي طعم وتنكه كده ريحه طعم الشوكولاته معاكي. لو انتي مش واثقه في طعم الكاكاو اللي انتي جايباه. انا الكيكه بتاعتي خلصت كده زي ما انتوا شايفين. يعني مده الفيديو دلوقتي كانت 3 دقايق وداخله على 4 دقايق بالشكل ده. ما خدتش معايا 5 دقايق في التقليب. طلعت القوام زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف بالشكل ده. هجيب بقى القوالب اللي احنا جهزناها. هحط الصينيه الاول. انا القوالب دي زي ما انتوا شايفين طويله كده، لما جيت ادخلها الفرن لقيتها ايه، طويله قوي وخبطت في الشوايه. فهطلعها تاني اقصها قبل ما ادخلها. مش ما ينفعش ان انا ادخل الكيك في الفرن وهي سخنه وارجع ادخلها تاني. انا جيت ادخل الصينيه زي ما انتوا شايفين كده على الشبكه، لقيتها خبطت في السقف بتاع الفرن. طلعتها في ثانيه، قصيتها بسرعه بالمقص. وزي ما انتوا شايفين كده في بقية عجينة تانية. هجيب واحدة تانية من القوالب دي واعملها بالشكل ده. الطريقة دي بتبقى سهلة جدا وبتدي شكل حلو اوي للكيك. شكل بقى اللي هي اسطوانات دي، اللي هي شكل العيش توست مثلا. انا عندي هنا نص كوباية من الشوكولاتة، قطع اللي هي شوكولاتة سما.
هفضيها كده بالشكل ده. مش عايزة الخطوة دي مفيش مشكلة، لان الكيكة نفسها نزلت كده في قاع العلبة من تحت، كانت مداني شكل شوكولاتة كده سايحة من تحت، يعني ما فضلتش على الوش زي الكب كيك وكده. زي ما انتوا شايفين، بصوا مقدار العجينة قد ايه. انا مش مكترة قوي. انا دلوقتي هقص القوالب عشان طويلة، وهدخلها الفرن، وتعالوا نشوفها لما تطلع من الفرن عاملة ازاي. وزي ما قلت لكم، لاي علبة ممكن تنفع. انت ممكن كمان تعملي في المج الصيني عادي اللي احنا بنشرب فيه، اللي هو النسكافيه والشاي بلبن، بينفع برضه لو حطيتي فيه في الكيكه. طلعت معايا زي ما انتوا شايفين. بصوا هي فارت كمان على الجنب كده بالشكل ده، يعني العجينه ساحت وطلعت لفوق هشه معايا زي ما انتوا شايفين. انا بحاول بس اطلعها براها لانها سخنه. بصي بالراحه، بصي قطع الشوكولاته نزلت تحت في القاع العلبه ازاي. اجيب التانية برضو. طبعا المفروض ان انا اسيبها تبرد خالص، وكالعادة لازم الكيكة تتكسر مني، لان انا ما بصبرش عليها وهي سخنة، لازم تبرد خالص. انا ما بصبرش بصراحة. بتبقى سخنة لسه، بس ايه، وبقلبها وتتبهدل مني كل مرة اقول لكم. بس انتي طبعا بتعمليها في البيت، ما مش مستعجلة على تصوير ولا حاجة. سيبها لما تبرد خالص، وبعد كده اقلبيها وقطعيها براحتك. وطبعا بألف انا وشفا مقدما للي يجرب الوصفة. عايزه اقولك فاتش خالص كده، طعمها فاتشي، و طعم النسكويك فيها مدي طعم حلو قوي مع الكاكاو، اكنك عاملاها بشوكولاته كده او شوكليت شيبس من جوه. تحفه كده ولذيذه، ومخدتش معانا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين، هتبقى احسن طبعا لو انت سبتيها تبرد، هتقطعي القطعه بقطعتها، وفي نفس الوقت كده هتبقى متماسكه معاكي وشكلها حلو. طبعا هي مش محتاجة اي حاجة تاني غير كوباية لبن كده سادة من غير سكر، عشان تعوض السكر اللي في الكيك، لان طبعا النسكويك فيه سكر، الكيكة محطوط لها سكر، يعني سكرها تحس انه مسكر شوية. فاحسن حاجة اللي انت تصبري، يعني تشربي كوباية حاجة كده سادة، وممكن ويستحسن كمان قهوة سادة كمان مع الكيكة دي، عشان تعوضي السكر اللي احنا حاطينه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، سهل وبسيط. طبعا هيعجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وشكرا لكم جدا على التعليقات بتاعتكم اللي بتفرحني دايما.